مهم انك تبقى ايجابي، بس ازاي اقدر ابقى ايجابي في الظروف اللي احنا عايشين فيها دي دلوقتي؟ طلبت حاجات من امريكا باكس، على ما جات لي هنا كان الدولار طار وحلق في السماء زي ما كلنا شفنا مع بعض، فتقريبا دفعت فيها 2 اكس. الطبيعي في مثل هذا الموقف ان انا يجيلي اكتئاب في عز الظروف اللي احنا فيها دي. بس الفكره اللي جت في دماغي كانت لا قدر الله كان ممكن انا او اهلي يجرى لنا حاجه واصرف الفلوس دي في علاج، ولا فزي ما اهالينا بيقولوا كده خدت الشر وراح. هو ايه اللي حصل هنا؟ هل انا اقدر اجزم ان انا كان هيجرى لي حاجه؟ لا طبعا، بس انا اخترت ادي معنى وسيناريو يخليني انا مرتاحه تجاه الحاجه اللي المفروض تجيب لي اكتئاب. ازاي اني امرن عقلي ان يشوف ايه الحاجات الصح اللي بتحصل، حتى لو الوحش وحش في اوحش منه، بس عادي بتعدي، كل حاجه بتعدي. فما ينفعش ان فكري خليني ايجابي خليني ايجابي، مفيش حاجه اسمها كده. لكن في حاجه اسمها اني بوجه تركيزي لايه اللي بيشتغل، ايه اللي كويس دلوقتي اللي يديني الطاقه الكافيه اني اقدر اخد خطوات لقدام، ما افضلش متعرقل باللي حاصل دلوقتي واضغط على نفسي اني ما تقبلش فكره ان هو مش حاجه ايجابيه لمجرد ان انا مش عايزه ابقى بني ادم سلبي. الحياه الطبيعيه فيها الحلو والوحش، فيها الايجابي والسلبي، ولو السلبي ده مش موجود عمرك ما كنت هتشوف الايجابي وتقول عليه الحمد لله. فوجوده جميل وتقبله مهم جدا، وفي نفس الوقت انا اللي بختار هركز على ايه وايه المعاني اللي انا هديها للمواقف اللي بتحصل وللازمات اللي بتحصل اللي تقويني وتخليني اعرف اقف تاني واخد خطوه لقدام. قولي رايك إيه؟